والله وحشتنا بس والله وانت كمان. انت فاكر؟ اخدنا مع بعض الهيكل العظمي وخلصناه والحمد لله. مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت بتصعبط عليا. ركز معايا بقى عشان ناخد اخر حاجه من مكونات الجهاز الهيكلي، الغضاريف. ودي نسيج ضام من خلايا غضروفيه. الغضاريف دي مش بس موجوده بين العظام وبعضها عشان تقلل الاحتكاك وتمنع التآكل، لا دي كمان بتدخل في بعض الاجزاء زي الاذن، الشعب الهوائيه والانف. وبالمناسبه لو مناخيرك كبيره فانت عارف هتعمل ايه. وبنتنفس لبره ببقنا ونلزق. الغضاريف دي ليها طريقه مميزه في التغذيه وهي الانتشار، وعشان تفهمها روح اسمع شرح دكتور محمد. انا عايز اخلص واخش على اللي بعده. مش همشي يا جماعه، انا هعلم موضوع العنق يا ده. المفاصل زي ما قلنا قبل كده، المفاصل دي هي منطقه التقاء العظام ببعض، ليها 3 انواع. المفاصل الليفيه ودي بنلاقيها بين العظام في الجمجمه، ودي معظمها لا يسمح بالحركه. المفاصل الغضروفيه ودي بنلاقيها بين فقرات العمود الفقري والارتفاق العاني، ومعظمها بيسمح بحركه محدوده. المفاصل الزلاليه ودي بتشكل معظم مفاصل الجسم، ومنها نوعين. النوع الاول محدوده في اتجاه واحد زي الكوع والركبه، النوع الثاني واسعه في اتجاهات مختلفه زي الكتف والفخذ. كمان المفاصل دي مرنه وواسعه الحركه. ليه بقى؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. عشان اطراف العظام عند المفاصل دي بتغطى بماده غضروفيه شفافه ملساء، وكمان في سائل زلالي بيسهل الانزلاق. نخش بعد كده على الاربطه، من اسمها بتربط بين العظام وبعض، بتبقى مرنه وبيزداد طولها عشان ما تتمزقش. ومن اشهر الامثله على الاربطه هو الرباط الصليبي الموجود في الركبه. مش باين عليا ولا ايه؟ ولو جينا نبص على الركبه هنلاقي فيها 4 اربطه، رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي ورباط وسطي ورباط جانبي. والاربطه دي لو حصل التواء عنيف في المفصل ممكن تتمزق. اخر حاجه يا صديقي العزيز هي الاوتار. الاوتار بتربط بين العضلات والعظام، ومن اشهر الاوتار هو وتر اخيل على اسم المحارب اخيل اللي اتصاب فيه. وتر اخيل ده بيتمزق وممكن يتقطع لو بذلت مجهود عنيف بشكل مفاجئ، عشان كده لعيبه الكوره بتسخن قبل الماتش. عرفت تشوط من بعيد شوط، عرفت تجري اجري. ولو اتقطع الوتر ده لا قدر الله بتحس بألم شديد وما تقدرش تتحرك، وبالتالي مش هتروح دروسك. عشان كده بقى اشترك في الكورس يا صديقي وذاكر من البيت، انا خايف عليك. بس كده، واشوفك في فيديو جديد. انت في الخلعون وانا في النفخون.